سائل يقول: إذا خرج دم من الأسنان من فم الإنسان وهو صائم فماذا عليه؟ الجواب: إذا سال من فم الصائم أو من أسنانه دم فعليه أن يلفظه ولا يبتلعه، ولو تمضمض لإخراج أثر الدم فهذا حسن. وكذلك لو أنه تجشأ فخرج من بلعومه شيء أيضا لفظه وتفل ولا حرج عليه. قد يقول قائل: أحيانا أبتلع ريقي فأجد طعم الدم في الحلقوم أو مع الريق. نقول: هذا لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه ليس بقصد ولم يشعر به فلا شيء عليه، فمجرد بلع الريق لا حرج في هذا لعدم إمكان التحرز منه.